قال له تشخلها والله ما به بطحه واجده بس نعقنا عليه. قال البطحه اللي به ما هي مطفيه على تعبك بعدك حطها بطحه ترى والله نطلع منها بطحه واجد منها ما شاء الله تبارك الله. هذه اذا نغطيها وندفنها. هذا عاد اذا ما انت معت تستعجل على السماد. وما اذا كنت لا والله مستعجل وتبي تسمد على طول برا مو وقت تسميد الحين ظاهر نخفف التسميد. اذا عاد مستعجل هذه اذا صرت لا والله على مدى بعيد تبغاه بعد شهر شهرين 3 شهور انصحك بهذه ولا تشور احد منها. هذا على واقع تجربه. الحين عاد نبغى نرشه ماء ونغطيها على التغطيه كامله ان شاء الله على خير. هذا ان شاء الله اذا جهز عبيتها باكياس خليتها عندي باذن الله وقت التسميد. هذه كنت اعبي لها خشتين او 3 اخياس نبغى نخليها برميش هنا لين ما تنتري بعدين نغطيه بالرمل حقها. يعني ترى طينيه ما شاء الله تبارك الله يعني تحفظ الماء يعني تعبيها خلاص تحفظ الماء طواله كذا على موسم الستار. لو خليها سنه كامله ازرع بها زرعه والله نقدر تروح. ترى هذا بعد زين يعني ذوال لو موسم اللهم صل على محمد اللي يبغى يزرع الشتاء القادم يعني تقول ابغى ازرع بعد ذوال احنا موسم شتاء او بعد بدايه دخول الشتاء ابغى تزرع بعد الشتاء يعني يبغى لها 3 شهور 4 شهور. حفر لك حفره حط بها تقريبا حاجه بسيطه يعني ما تذكر يعني تقريبا يعني تقريبا ربع دلايه. يحفر لك حفره حط بها ربع دلايه غطها خلها تنقط عليها وانساها. بعد 4 شهور بعد 4 شهور ازرع. الحروره طاحت كل شيء طاح ما عندك خلاف وباذن الله انك تحصل ارضيه بعد ممتازه يستفيد منها النبات. يعني تقريبا حاجه بسيطه تاخذ تحط بالحفره تغطيها تغطيه بسيطه بس يعني زي كذا تغطيه تخلي تنقيط عليه تخلي التايمر عليه لمده 4 شهور 3 شهور. بعد 4 شهور 3 شهور تلقاها جاهزه للزراعه. ازرع وانسى انا صادق ازرع وانسى يعني خلها تقريبا كل 60 سنتي 20 سنتي خله سماد و10 سنتي خله بطحه يبقى لك كم هذا 30 يبقى لك كم يبقى 30 هذا مكان الشتله. حط الشتله هو 20 مكان الشتله هو 15 سنتي حط الشتله ودفنها وخلاص وانساها. الحين خلاص بعد ما سوينا نغطيها تغطيه كامله بطحه تقريبا 2 سنتي 3 سنتي بس يكفي. بعدين نعبيها ماء على الحفره هذه وخلاص وكل جمعه نعبيها نخليها تخمر كل جمعه نخليها تخمر لين ما يجي وقت لناخذها من المكان. خلاص نجيب طوريه اللي هذه نقلب التربه نقلبها ونشيلها معنا ونحطها باكياس نستخدمها كما سماد عضوي وممتاز. عشان متى ما برد الجو استخدم السماد على طول. والحين حبينا السماد حبينا ماء حبينا بطحه ليه عبينا مرة ثانية نشوف الفقاعات. هذا استخراج الهواء من السماد اللي تحت استخرجنا كل الهواء من السماد اللي تحت خلاص هذا أفضل شيء. خلي لين موقف الفقاعات أو إن الحفرة تبي نكب الماء برا خلاص نقفل الماء على طول ونخليها.